أهلا بيكم في حلقة جديدة من فيلم فاكتوري بودكاست. موضوع الحلقة دي هنتكلم فيه عن الفيلم الوثائقي، ولكن هنبص عليه من الجانب التجاري شوية. هنتكلم عن سبب أو إن هو الفيلم الوثائقي ما بيتعرضش ليه في السينمات. مش بنشوفه في السينما زي مثلا ما بنشوف أفلام كتير في السينما. مثلا ممكن نشوف فيلم قصير في السينما، ممكن نشوف ده في السينما. ليه ما بنشوفش ده الفيلم الوثائقي يعني؟ طيب خليني الاول اقول لك حاجه، عشان بس انا لسه قايل فيلم وثائقي. الافلام القصيره كانت زمان بتتعرض في السينما. يعني من ضمن الحاجات دي انا هقول لك ابرزهم توم اند جيري. توم اند جيري ده على فكره لما بدا في السينما، ما بداش في التلفزيون زي ما انت متخيل. انت بدا في الثلاثينات، يعني ما كانش التلفزيون لسه اتعمل. لما التلفزيون اتعمل بقى توم اند جيري يعني بقى مسلسل، بقى زي مسلسل كده، ما بقاش مسلسل سينمائي، بقى حاجه تلفزيوني. المهم يعني الفيلم الوثائقي ليه بقى ما بيتعرضش في السينما؟ خليني اقول لك على شويه حاجات. اولا الفيلم الوثائقي لما ابتدى، لما اتأسس على ايد بعض صناع الافلام من اوروبا، كانوا شايفين ان الفيلم الوثائقي غرضه ما يبقاش غرضه تجاري زي الافلام العاديه. غرضه مجرد انه ينقل الواقع للجمهور، وانه يستعرض المشاكل من اجل ايجاد حلولها في حال ان الفيلم الوثائقي بيستعرض مشكله او قضيه. فهدفه هو الواقعية وإظهار الحقائق للناس يعني. فما كانش بيركز في الحتة التجارية دي. تمام. طيب، فده مخلي ان الفيلم الوثائقي برضو جمهوره مش كبير. يعني انت مثلا هتتفرج على فيلم وثائقي بيقدم لك معلومة، ولا هتتفرج على فيلم اكشن كده، ولا حاجة تفصل دماغك ساعة ولا ساعتين جوه الفيلم ده وخلاص؟ سكتوا؟ لا، ده قالوا ان هما هيعرضوها في اماكن معينة، مش في اي مكان. احنا هنعرضها في الاماكن اللي الناس بتهتم وبتحترم الفن جدا وبتقدسه، والناس اللي بتهتم انها ممكن تسمع المشاكل والقضايا. زي مثلا ايه؟ زي مثلا المهرجانات